أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنحل مع بعض امتحان اللغة الإنجليزية لمحافظة بني سويف الترم الأول يناير 2025. طبعا أول سؤال معانا اللي هو سؤال المحادثة. هنبدأ بسؤال المحادثة. سؤال المحادثة عليه 5 درجات. سارة is asking علياء about her father's job، يعني سارة بتسأل علياء عن وظيفة أبيها. فسارة بتقول لها what is your father's job علياء، يعني إيه وظيفة والد علياء. فطبعا علياء ردت عليها، فسارة سألتها قالت لها he sells Egyptian handcrafts، يعني هو بيبيع مصنوعات يدوية مصرية. طبعا ممكن الإجابة هنا تبقى he is a sales manager، يعني هو مدير مبيعات، أو ممكن نقول he is a seller، هو بائع. طبعا هنا سألتها سؤال تاني، قالت لها he sells، هو يبيع Egyptian handcrafts، بيبيع مصنوعات يدوية مصرية. يبقى نسأل what does he sell، يعني ماذا هو يبيع. what does he sell. his company، شركاته is in بني سويف، الشركة بتاعته في بني سويف. يبقى ممكن نكتب where is his company، يعني أين شركته، وممكن نكتب where does he work، أين هو يعمل. when does he start work every day، يعني هو بيبدأ الشغل الساعة كام كل يوم. when does he start work every day. ممكن نكتب طبعا he starts work at 7 a.m، ممكن بيبدأ شغله الساعة 8 الصبح، أو ممكن نكتب early in the morning، يعني مبكرا في الصباح. سارة do you want to have the same job in the future، يعني هل تريد أن يكون عندك نفس الوظيفة في المستقبل. فممكن نكتب yes I do، أو no I want to be a doctor، يعني ممكن نكتب نعم أنا عايز أبقى نفس الوظيفة، وممكن تقول لا أنا عايز أبقى دكتور. السؤال الثاني اللي هو reading comprehension، طبعا عليه 10 درجات، اللي هو القطعة والسؤال دوت. القطعة عليها 6 والسؤال دوت عليه 4. read and complete the text with words from the following list، بمعنى اقرأ واكمل النص بكلمات من القائمة التالية. country side اللي هي بمعنى الريف، visited يعني زار، went يعني ذهب، experience يعني خبرة، ever يعني من قبل، وsince يعني منذ. one day يوما ما، I had a nice chat، يعني في يوم من الأيام عملت تشات لطيف with my friend عادل، مع صديقي عادل. فسألته قلت له have you not traveled by plane، يبقى هنا هتبقى have you ever، يعني ever يعني من قبل، يعني هل أنت سافرت بالطائرة من قبل. he asked هو سأل، يبقى have you ever traveled. I told him، أنا أخبرته that I not London in 2022. طبعا هنا هتبقى visited، ما ينفعش طبعا went، لأن went عايزة went to London، فأنا هنكتب visited London، زار لندن على طول مباشرة. still remember، ما زلت أتذكر. that journey يعني الرحلة to England it was a wonderful experience، كانت تجربة رائعة. I especially خصوصا loved أحببت the English countryside، الريف الإنجليزي، which was full of، كان مليء green fields بالحقول الخضراء، and gardens والحدائق. I spent 2 whole weeks، يعني قضيت الأسبوعين كاملين أو الأسبوعين بالكامل there هناك with my family، مع عائلتي. السؤال الثالث اللي هو سؤال القطعة اللي هو reading comprehension. read the following، اقرأ التالي then answer the questions. swimming السباحة is useful مفيدة for both the body and the mind، يعني السباحة مفيدة للجسم والعقل. swimming السباحة is a sport، هي رياضة that needs تحتاج moving التحرك through the water خلال الماء using مستخدما your arms أذرعك and legs، يعني تستخدم دراعاتك ورجليك. The young and the old can practice it، يعني الكبار والصغار ممكن يمارسوها. swimming السباحة as a sport كرياضة includes بتتضمن national and international competitions، يعني فيها مسابقات محلية على مستوى الدولة ومسابقات دولية. that are held التي تعقد at athletic sports، بتعقد في نوادي رياضية للألعاب القوى يعني. you can also enjoy، ممكن أيضا تستمتع بسويمنج السباحة as it may keep you، ممكن تحفظك أو تجعلك calm هادئ، يعني بتخليك هادئ. when you swim عندما تعوم with your friends مع أصدقائك in a pool في حمام سباحة or even in the sea أو حتى في البحر. you enjoy your time بتستمتع بوقتك and feel great happiness وبتشعر بسعادة عظيمة. One of the best Egyptian sports champions in history is رانيا علواني، يعني واحدة من أهم الأبطال المصريين في التاريخ هي رانيا علواني. هو was born، اللي ولدت on 14 أكتوبر 1977، اللي اتولدت يوم 14 أكتوبر سنة 1977. She started swimming، بدأت السباحة at the age of 6، في سن السادسة. She swam for Egypt، عامت لمصر، يعني شاركت في مسابقات السباحة لمصر at 1992 1992 1996 و 1996 and 2000 و 2000 Olympics. She won، فازت ب 77 medals in Egyptian, African, Arab and international competitions، يعني فازت ب 77 ميدالية أفريقية وعربية ومصرية
في المسابقات الدولية. والمسابقات الدولية she stopped دي توقفت swimming السباحة يعني توقفت عن السباحة عن competitions في المسابقات in 2000 سنة 2000. she finished her study أنهت دراستها في medicine للطب in 2004 في 2004. رانيا always دائما wanted to be a winner كانت دائما فائزة. she achieved this حققت ذلك أو أنجزت ذلك through من خلال a lot of hard work والكثير من عمل الشق أو الجهد. The passage القطعة is mainly about غالبا بتتكلم عن أو بشكل أساسي بتتكلم عن swimming السباحة، athletic clubs النوادي ألعاب القوى، competitions المسابقات زي Olympics الأولمبياد طبعا بتتكلم عن swimming السباحة. رانيا علواني توك بارت شاركت النقط ذا اولمبيك جيمز 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. طبعا هنا 1992 و1996 و2000 يبقى نقول 3 اولمبيك جيمز. What lesson can we learn from رانيا علواني's life؟ ايه الدروس اللي ممكن نحصل عليها من حياة رانيا علواني؟ ممكن نقول to work hard نعمل بجد to achieve goals عشان نحقق الاهداف، او ممكن نكتب to face the challenges او نواجه التحديات. What is رانيا's علواني's job now؟ وظيفة رانيا علواني الآن ايه؟ طبعا هي توقفت عن السباحة زي ما احنا قلنا في القطعة وأنهت دراسة الطب يبقى she is a doctor. طبعا هنقول she is a doctor now يعني هي دكتورة الآن، أو ممكن نكتب she works as a doctor هي تعمل كدكتورة. summarize لخص the first paragraph in one sentence لخص البراجراف في فقرة واحدة. طبعا people should practice swimming as it's useful and enjoyable. الناس يجب أن تمارس السباحة لأنها مفيدة وممتعة. Will you try swimming with your friends in the future؟ يعني هل هتجرب السباحة مع أصدقائك في المستقبل؟ Why or why not؟ يعني ليه أو ليه لا؟ يعني لو جاوبت بيس تقول ليه، ولو جاوبت بلا تقول ليه. هنقول yes I will because I want to be a champion like رانيا علواني لأن أنا أريد أن أكون بطلة مثل رانيا علواني، أو ممكن تقول yes because I like swimming، أو ممكن نقول no I want because I want to be an engineer لا أنا عايز أبقى مهندس. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C or D والسؤال ده عليه 3 درجات. You know what is a place هو المكان where you can see beautiful fish تستطيع أن ترى فيه الأسماك الجميلة طبعا ده اللي هو الأكواريوم. You can build تستطيع أن تبني نقط by putting pieces of wood يعني تضع قطع من الخشب together معا to float on water عشان تطفو على الماء طبعا ده اللي هو رافت القارب. Tomorrow will be hot بكرة هيبقى الجو حر. has a similar meaning لها نفس المعنى to hot اللي هي كلمة warm يعني دافئ. To make an adverb عشان تعمل حال من الword complete we add the suffix completely يعني بنضيف اللاحقة completely. اللي why he has a one effect on his friends because he has helped them a lot ساعدهم كثيرا يبقى he has positive. when you cross the street لما تعبر الشارع you walk أنت تمشي from one side to another من جانب لآخر. السؤال الخامس complete the sentence اكمل الجمل with the correct form of the words in brackets. I find it good to study alone يعني وجدت ان انا اذاكر لوحدي than with my friends طبعا هنا than يبقى نجيب صفة الدرجة الثانية الجود تمام اللي هي better يبقى it's find it better to study alone with my friends. The handball match مباراة الهاندبول اللي هو مباراة كرة اليد was exciting كانت مثيرة. The two boys الولدين hasn't met yet يبقى haven't met yet. I must carry all the bags alone yesterday يعني أحمل كل الحقائب بمفردي أمس يبقى I had to أو ممكن أقول I didn't have to. At Friday afternoon يعني يوم الجمعة بعد الظهر I often go to lake تمساح يبقى on يعني Friday afternoon I often go to lake تمساح. السؤال الأخير اللي هو سؤال البراجراف طبعا سؤال البراجراف عليه 7 درجات. write 110 words on the following helping our community طبعا تكتب 110 كلمة عن مساعدة المجتمع وطبعا ده باراجراف عن هيلبينج اور كوميونتي مساعدة المجتمع. يا ريت لو كان عجبك الفيديو أول مرة بتشوفني تعمل سبسكرايب للقناة تعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير لصالك برعاية الطلاب. شكرا لكم كان معكم مستر عيد سالم بالتوفيق للجميع إن شاء الله.